السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في فيديو جديد. هنشرح مع بعض النهارده الوحده التاسعه. في الوحده دي هناخد يوز 2 وكمان حاله اف الثانيه. عايز اعرفك ان احنا شغالين اونلاين على برنامج زوم، وفي الاونلاين احنا بنشتغل على الكلمات والجرامر واللانجوج نوتس، وكمان بنحل عليهم كتير جدا، وكمان بنحل على اسئله السكيلز. لو انت عايز تشارك معانا في الاونلاين كلمنا واتساب على الرقم اللي ظهر لك هنا دلوقتي. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك للفيديو واعمل اشتراك لو انت مش مشترك في القناه، وشير الفيديو مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. هنبدا على طول ب يوز 2. يوز 2 معناها اعتاد على فعل شيء في الماضي ولا يفعله الان. طيب يوز 2 بيجي قبلها الفاعل، طبعا كده ببدا الجمله بالفاعل، وبعديها بنجيب الفعل في المصدر. عايز اقول ان انا كنت متعود ان انا العب في الشارع لما كنت صغير. هقول ايه؟ I used to play in the street when I was young. شايف؟ use to جبت بعدها الفعل فين؟ في المصدر. طيب عايز انفي الكلام ده، وعايز اقول ان هو ما كانش متعود على الحاجه دي. هعمل ايه؟ شايف يوز تو؟ مش دي في الماضي؟ ايوه ده في الماضي. انا بنفي الماضي بايه؟ بديدنت. يبقى اقول didn't، وديدنت بيجي بعدها المصدر، فاجيب بدل يوز تو اجيب ايه؟ يوز تو. يبقى didn't use to وبعدها المصدر وقبلها الفاعل. الحاجات دي ثابته، الفاعل والمصدر دول ثابتين، انا بغير هنا. طيب عايز اقول انا ما كنتش متعود ان انا العب في الشارع. هقول I الفاعل didn't use to play، واكمل الجمله زي ما هي. طيب لو عايز اسال سؤال، مش انا في الماضي؟ ايوه انا في الماضي. بستعين بايه؟ فعل مساعد. بستعين بديد. يبقى انا بجيب did فعل مساعد، فبقول did في الاول وبعدها الفاعل، وبعدها طبعا احنا قلنا لما نلاقي did او didn't في اي حته بنجيب بعدهم المصدر. يبقى مش هجيب used to، هجيب used to. use did والفاعل use to والمصدر، ودي معناها هل كان او كانت معتاد على، او هل اعتاد على. تمام؟ طيب هقول لك مثلا، هل انت كنت متعود تلعب في الشارع لما كنت صغير؟ هقول لك did you use to play in the street when you was young. تمام؟ لو عايز اجاوب على السؤال ده هجاوب يا اما بيس يا اما بنو. هقول يس واعمل مقص، ونو واعمل مقص وحط نط. يس واعمل مقص، يو هتتحول لي اي ونجيب بعدها ديد. بس كده يا سيدي. لو انت عايز تجاوب بنو هتقول نو، يو هتتحول لاي، وديد اهي بس هنزود لها بقى نط، يبقى نو اي didn't. لو عايز اسال سؤال بأداة استفهام هجيب أداة الاستفهام هنا كده اهو، هيبقى السؤال بالشكل ده: أداة استفهام بعدها did والفاعل ويوز تو والمصدر. تمام؟ ازاي؟ عايز اقول لك انت كنت متعود تعمل ايه. هقول لك what did you use to do. انت كنت متعود انك تعمل ايه؟ ماذا كنت معتاد على ان تفعل. تمام؟ في تركية كده بس هشرحها لك امتى؟ هشرحها لك لما نيجي نحل على الاسئله دي. يبقى دلوقتي اللي احنا خدناه لحد دلوقتي ايه؟ خدنا ان يوز تو معناها اعتاد على فعل شيء في الماضي ولا يفعله الان، بيجي قبلها الفاعل وبعدها المصدر. عايز انفيها، بما اننا في الماضي فانا بنفي بايه؟ بديدنت. فبقول didn't use to والمصدر، ودي معناها ما كانش معتاد على الحاجه دي. طيب عايز اسال سؤال، قدم did، هدد في الاول وبعدها الفاعل ويوز تو والمصدر، يبقى did والفاعل ويوز تو والمصدر. طب عايز اسال سؤال باداه استفهام، هي انا كنت بقول لك ايه؟ did والفاعل ويوز تو والمصدر، حط قبلهم اداه استفهام. يبقى اداه الاستفهام
did والفاعل وused to والمصدر. طيب هنروح بقى دلوقتي ليه؟ لحالة if التانية. حالة if بتقول ايه التانية؟ الحالة التانية الاف بتقول ايه؟ بتقول if ماضي بسيط الجنب التاني هيبقى الفاعل would أو could أو might والمصدر. طيب الحالة دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن استحالة حدوث الأشياء، يعني حاجة مستحيل انها تحصل. بص يا سيدي، انا دخلت امتحان وجبت درجة مش كويسة، فهقول لك ايه؟ والله لو كنت ذاكرت كويس، لو كنت ذاكرت كويس كنت هعدي الامتحان. يعني انا ولا ذاكرت ولا عديت الامتحان، يبقى الحاجة دي مستحيل انها تحصل، وبالتالي بستخدم فيها الحالة التانية الاف اللي هي اف ماضي بسيط الفاعل would وكود ومايت والمصدر. طيب تعال افكرك على طول كده، ايه هو الماضي البسيط ده؟ الماضي البسيط ده هو الفعل فيه دي او اي دي او اي اي دي لو هو فعل منتظم، او لو فعل شاذ مثلا عندي مثلا زي went او took مثلا اخذ وذهب. عندي النفي بتاع الماضي البسيط ايه؟ didn't والمصدر. وعندي الفيرب تو بي اللي هو ايه؟ was were وصفة او اسم. طيب طبعا قبلهم ايه؟ الفاعل. حلو جدا. او المبني للمجهول بتاع الماضي اللي هو ايه؟ المفعول was او were والبي بي. يبقى دول كلهم كده هما الماضي البسيط، فانا لما بلاقي حاجه منهم بجيب على طول الجنب التاني would او could او might والمصدر. هديك مثال، انا قلت لك ان انا دخلت الامتحان سقطت في الامتحان، فاقول لو كنت ذاكرت كويس كنت عديت الامتحان. هقول الجمله دي ازاي؟ هقول if I studied، لو انا كنت ذاكرت hard، لو انا كنت ذاكرت باجتهاد I would pass the exam، كنت هعدي الامتحان. هل ينفع ابدأ الجملة بwould او هل ينفع احط if في النص؟ ينفع جدا. هجيب الجملة دي في الاول هنا، هقول كده I would pass the exam if I studied hard. ركز معايا كده، شايف ده ماضي بسيط الجنب التاني would والمصدر. هنا برضه انا جبت الجزء ده في الاول، الجزء ده كله جبته في الاول، وبعد كده جبت الجزء ده كله في الاخر من اول اف للاخر. سؤال هعمل ايه؟ هقدم would على الفاعل، فهقول كده would I pass the exam if I studied hard. هل كنت هعدي الامتحان لو كنت ذاكرت كويس؟ فالموضوع سهل، الموضوع بسيط. كل اللي انا عملته ان انا بس قدمت would على الفاعل وخلاص. حلو جدا. عايزك تاخد بالك من كام ملاحظة. اول حاجة كلمة might معناها ايه؟ might معناها ربما، ودي بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، بتعبر عن الاحتمالية يعني might ربما. طيب لو انا عايز احوش might واستخدم مكانها would، استخدم would لوحدها؟ لا، هتستخدم مكانها would، بس تجيب بعد would حاجة من التلاتة، يا اما would probably، يا اما would perhaps، يا اما would possibly. تمام؟ وتجيب بعد الكلام ده المصدر. انا مش فاهم، هقول لك اهو.
بص المثال يا سيدي. if I had enough money I might buy a car. جاي بعد اف ايه؟ ماضي اهو، ماضي. الجنب التاني جايب لي ايه؟ might. هو عايز يحش لي هنا might ويحط حاجه، يحط would. هل احط would لوحدها؟ لا، يا اما هحط would probably، يا اما would perhaps، يا اما would possibly. فانا هحش كده كلمه might دي واحط مكانها ايه؟ would perhaps مثلا، تمام، او would possibly او would probably. الملاحظه الثانيه بتقول كلمه could معناها استطاع، بيجي بعدها الفعل في المصدر، بتساوي would be able to والمصدر. يعني دي كده بتساوي الحتة دي كلها على بعض. مثال: if أحمد came first he could join the trip. معنى الجملة لو أحمد كان طلع الأول كان يقدر يلتحق بالرحلة. طيب أنا عايز أحوش كود، ينفع أحوش كود؟ ينفع، بس أحط مكانها إيه؟ would be able to. فهقول if أحمد came first he would be able to، وكمل الجملة زي ما هي join the trip. ملخص الموضوع بتاع حالة if التانية، قلنا if بيجي بعدها ماضي بسيط، والجزء الثاني الفاعل would او could او might والمصدر. الحالة دي كلها بتعبر عن استحالة حدوث الأشياء. طب إيه هو الماضي البسيط ده؟ قلنا الفعل فيه دي أو إي أو أي دي، أو لو هو فعل غير منتظم فأنا بجيب التصريف الثاني بتاعه، أو النفي didn't والمصدر، أو الفيرب تو بي. لو أنا ببدأ بالفعل فبجيب was أو were وصفة أو اسم بعديهم. طيب لو أنا ببدأ بالمفعول وببدأ المجهول يبقى بالمفعول was أو were والبي بي. طيب كلمة might معناها ايه؟ might معناها ربما، بيجي بعدها المصدر بتساوي would probably او would perhaps او would possibly والمصدر. وكلمة could معناها استطاع، بيجي بعدها المصدر بتساوي ايه؟ would be able to والمصدر. كده انا خلصت معاك شرح اليونت كامل. هسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين ونرجع نشوف ازاي الاسئله دي بتيجي في الامتحان. اتفضل خد سكرين. بص يا سيدي، في نقطتين انا مش هشرحهم لكش، واحده في يوز 2 وواحده في حاله اف الثانيه. اول حاجه هنبدا بيها هي اللي في يوز 2. يوز 2 انت ممكن تلاقي جمله بتقول لك he used to play alone. هو اعتاد انه يلعب لوحده but now، لكن الان. يبقى لازم بعد but now دي الجمله اللي جايه لازم تبقى مضارع. حلو. طب ايه اللي انا ممكن اجيبه بعد but now؟ حاجه من اتنين، يا اما verb to be يا اما verb to do. الفيرب to be اللي هو ايه؟ am و is و are و amn't النفي بتاعهم، و isn't و aren't. والفيرب to do اللي هو ايه؟ do و does والنفي بتاعهم don't و doesn't. حلو جدا. طيب ادي اول ملحوظه قلتها لك، ان لازم بعد what now يبقى مضارع، حاجه من الاتنين دول. طيب الملحوظه الثانيه ان لازم الجمله اللي بعد what now تبقى عكس الجمله اللي قبلها في الاثبات والنفي. يعني الجمله الاولانيه دي مثبته used to، يبقى الجمله دي لازم تبقى منفيه. طيب لو الجمله دي منفيه يبقى لازم الجمله دي تبقى مثبته. حلو. النقطه الثالثه اللي عايز اقول لك عليها، انك بتبص بعد يوز تو، لو لقيت فعل عادي اللي هو اكل شرب لعب نام، بتجيب الفيرب تو دو. يبقى لو لقيت فعل عادي بتجيب الفيرب تو دو. طيب لو لقيت فيرب تو بي هات الفيرب تو بي. حلو. ناخد مثال علشان نفهم. بص يا سيدي، he used to play alone. هو اعتاد انه يلعب لوحده but now
اول حاجه قلتها لك ان بعد وات ناو لازم حاجه من الاتنين دول. حلو. طيب رقم 2 قلت لك بص بعد يوز تو هل هو فعل عادي ولا فيرب تو بي؟ فعل عادي. قلت لك لو فعل عادي بنروح للفيرب تو دو. حلو، يبقى احنا كده هنبص هنا اهو، يبقى احنا كده نفكس لده خالص. طبعا المفروض هنا فيه هي. طيب تالت حاجه، هي يوز تو دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته، يبقى الجزء ده لازم يبقى عكسها، هي لازم يبقى منفي. يبقى انا برضو هلغي دول خالص واروح ابص على دول. طيب هي هتاخد دونت ولا دازنت؟ دازنت. اركز بقى معايا، ركز بقى معايا في الاسئله اللي جايه دي، هتشرح لك ده جامد جدا. My father used to live in the countryside. بابا اعتاد انه يعيش فين؟ في الريف. في حاجه اسمها يوز لوحدها؟ لا. فانا عايز اقول ايه؟ used to live in the countryside. رقم 2 he used to waste water. هو اعتاد انه يسرف في الماء او يضيع الماء او يهدر الماء. but now لكن الان he not. طيب ارجع كده للكلام، انا قلت لك بعد but now يا اما verb to be يا اما verb to do. حلو. رقم 2 بعد use to فعل عادي. كويس، فعل عادي، يبقى انا هروح للفيرب تو دو. حلو، انا عمال اضيق عليك الدايره اهو، يبقى انا هروح للفيرب تو دو. حلو جدا. طب الجمله دي مثبته، يبقى الجمله دي لازم تبقى ايه؟ منفيه. يبقى انا هختار من دونت او doesn't. هي هتاخد ايه؟ doesn't. يبقى but now he doesn't. يعني هو كان معتاد انه يسرف او يهدر في الماء، لكن دلوقتي ما بيعملش كده. طيب الجمله اللي بعدها he used to be alone but now he not. نفس الكلام. افتكر انا قلت لك ايه؟ بعد but now لازم verb to be او verb to do. حلو. رقم 2 بعد used to be يبقى انا اروح لايه؟ للverb to be اللي هو ده. حلو، انا عمال اضيق في الدايره. طيب used to منفيه ولا مثبته؟ اهي مثبته، يبقى انا لازم هنا يبقى ايه؟ منفي. يبقى انا هروح اختار من دول. ضيقت عليك الدايره خالص. هي بقى بتاخد امنت ولا ازنت ولا ارنت؟ هي بتاخد isn't. طيب I don't used to have an electric toothbrush. يعني انا ما كنتش معتاد ان انا يبقى عندي فرشة اسنان بالكهرباء. فانا عايز اقول ما كنتش معتاد، انا بنفي used to be didn't used to. طيب دي كده النقطة اللي انا ما كنتش شرحتها لك في used to. ايه النقطة بقى اللي انا ما شرحتهالكش في حالة if؟ ان انا بستخدم حالة if التانية للتعبير او للنصيحة. بستخدمها للتعبير عن النصيحة مع تعبير اسمه اهي، هشرح لك هنا اهي. if I were you I would. if I were you I would. ونجيب بعدها المصدر. هقول لك مثلا if I were you I would study. ممكن يجي في دماغك حاجه تقول لي يا مستر مش اي بتاخد واز؟ هقول لك دي حاجه اسمه ماضي. مش احنا قلنا الحاله دي بتعبر عن استحاله حدوث الاشياء، وده اسمه ماضي غير حقيقي. الماضي الغير الحقيقي ده بنستخدم مع اي فاعل where، ما بستخدمش معاه was خالص. يبقى انا بستخدم where مع اي فاعل بستخدم ايه؟ where، لان ده اسمه ماضي غير حقيقي، فعشان كده قلت if I were you. تمام؟ طيب حلو جدا. يبقى انا علشان اقدم نصيحه بستخدم if I were you I would. تمام. علي will pass the exam if he studied hard. انا ببص كده if he studied ده ماضي. معنى الجملة ان علي كان هيعدي الامتحان لو هو كان ذاكر كويس. studied ده ماضي، فانا هنا عايز ايه؟ قلنا if ماضي بسيط. if ماضي بسيط الجزء الثاني would والمصدر، يبقى انا هحوش will ده واحط مكانها would. if I be in trouble would you help me. لو عايز اقول لك لو انا كنت في ازمه او محنه هل كنت هتساعدني؟ فعايز اقول ايه بقى؟ if I لو كنت يعني if I were وانا قلت لك ان انا في الحاله دي بستخدم مع كل were، ما بستخدمش was خالص لان ده اسمه ماضي غير حقيقي. هو عايز التصريف تصريف الفيرب تو بي في الماضي،
لان ده ماضي غير حقيقي فاستخدم معاه were، يبقى if I were in trouble would you help me. طيب الجمله اللي بعدها واخر جمله if I was you I would study hard. لو انت عرفت حل الجمله دي اكتبها لنا في التعليقات. انا كده خلصت معاك الفيديو، بتمنى اكون قدرت اوصلك المعلومه بشكل بسيط ولذيذ. So thank you for watching. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.